يا أهلنا الصابرين بغزة، إذا مريتوا جنب شجرة صبر اقطفوا ورقتها عشان نعمل ليست مجرد شيف، بل بطلة حقيقية في زمن الحرب. إنها الشيف الأردنية ياسمين ناصر. لم يعد همها جمال الطهي أو نكهاته فقط، أصبح همها إنقاذ الأرواح. وصفاتها أصبحت شريان حياة لأطفال ونساء غزة. ولا أتقبل إنه في ناس حرفياً عم بتموت من الجوع بغزة كل يوم قدامنا، ونحن قاعدين عم نتفرج عليهم على حبها وصل قلوب الجياع، وأصبح صوتها رمزاً للعطاء والإنسانية. الصامدين بغزة كانت تزرع في قلوبنا الأمل، وكانت الشيف ياسمين هي كانت بريق أمل في عينينا. أنا أنفع العمر 8 سنوات، بحب الرسم والطبخ، بحب وصفات الشيف ياسمين. أنا والشيف ياسمين كثر ما أنا بحبها، رسمتها أنا وياها. نفسي أعمل وصفة أنا وياها. وحتى التهديدات لم توقفها. وصلتها تحذيرات من جهات تابعة للعدو لتتوقف عن وصفاتها لأهل غزة، لكن إرادة الخير أقوى. الشيف ياسمين ناصر لا تطبخ بالدقيق والزيت فقط، بل بالشجاعة والإنسانية. انشروا قصتها ليعلم العالم معنى التضامن الحقيقي.